تزوج علي وطلقني وعبالكم متت؟ لا، ما متت، بس دخلت بحالة اكتئاب فظيعة. يومي كان يمر بسنة. خل احكي لكم القصة وشنو صار وانتو حكموا. اني وياه متزوجين صار تقريبا 10 سنين، وعلاقتنا حلوة وعدنا جهال وكل شي تمام، واني انسانة طيبة وصاينته وصاينة بيته ومحترمته وما مقصرة وياه بأي شي. على غفلة اجا وقال لي اني اريد اطلقك لان اني احب وحدة ثانية واريد اتزوجها، وشرطها الوحيد انه اني اطلقك، واني اعذريني ما اقدر بعد استمر وياك لانه اريد اكون وياها فلازم اطلقك. طبعا اني انصدمت لان ما كان اكو شي يوصلنا لهذا الشي. يعني لو اني مقصرة اقول اوكي، بس ابدا يعني بالحلوة والمرة اني وياه كل شي اللي علي سويته واكثر. على العموم طلقني وخلص، كل واحد راح بطريقه. وطبعا اني جهال بقوا يمي لان هو ما يريدهم. قام يسافر يوميه، كل يوميه ببلد. طبعا اني اسمع اخباره منا ومنا، وهو وياها كل يوميه ببلد. على العموم بقيت اني اشتغل من الصبح لليل على مود اقدر اعيش نفسي واعيش الجهال، وكل شي كان ماشي تمام. بس حالة الاكتئاب عندي فظيعة فظيعة. سنة كاملة أني بحالة اكتئاب يومية، بكي وقهر. بس أشوف مالته الستوريات وأشوف مالته المكانات اللي يروح لها هو وياها، وأقعد أنقهر وأبكي. ورا سنة قلت بعد خلاص أني ما أتحمل هذا الوضع، ما أتحمل هاي الحالة اللي أني بيها. اللي سويته خابر صديقتي، قلت لها شوفي أنا وياك تحجزي لنا أول بطاقة. وين؟ لدبي. أريد أروح أغير جو وحدي، بس أنا وياك، ما ناخذ أطفال ويانا، ما ناخذ أي أحد ويانا. طبعا هي خطية صار لها سنة تتوسل بيه، وأخيرا حجزنا بطاقة لدبي. خليت الجهال وين؟ يم أختي. طبعا هي دايرة بالها عليهم وتحبهم، وأصلا صار سنة خطية هي هواية تساعدني ويا الجهال. رحنا، سافرت أنا وصديقتي لدبي. طبعا أني كان قلبي ما مرتاح لأنه عايفة جهال وأنا بحياتي ما مسويتها، بس كان لازم أخطو هاي الخطوة على مود نفسيتي وعلى مود أقدر أني أكون أم زينة إلهم. ما مر يومين 3 وتليفوني يدق يدق يدق، مس كول مس كول مس كول مس كول. صفنت هاي منو دا يدق هيك؟ أشيل التليفون أباوع، دا يخابرني الأفندي دا يدق علي. صديقتي رأسا ردي. أنا أقولها لا، ما أرد أرد، ما أرد أحكي وياه. أنا جيت لهنا صار له سنة هو ما سائل علي، صار له سنة هو ما داق علي. هسه من أني قررت خلاص أطلع من الحالة اللي أني بيها وأسافر، أتذكر يدق علي. طبعا أني ما ناشرة، أنا مسافرة، أني أصلا مو هالقد ويا السوشيال ميديا. على العموم اللي صار، قالت لي لا لازم تردين. هي كان تاخذ التليفون تفتح السبيكر وما اسمع غير انتي وين. انا صفنت ما جاوبت. انا دا احكي وياك انتي وين، ما تجاوبين. بالصياح يعني ما اقدر اقول لكم الصياح. قلت له وانت الشكو، انا برود اعصاب سبحان الله نزل علي برود اعصاب ثلج. قلت له وانت شعليك وانت شكو اني وين؟ انت شان وين انت مسافرة؟ تحوفين جهالك، ابنك خابرني دا يدقوا يلطموا من البكي وانت عايفتهم ومسافرة. اذا ما ترجعين هسه احرق واشعل وانعل واكسر وما احكي لكم. يهدد هاي كله دو صياح وتهديدات بالتليفون. قلت له اقول لك انت ايش لك علاقة؟ انت مالك علاقة بي، انت صار لك سنة هسه يلا تذكرت. سديت التليفون بوجهه، سويت بلوك. مو لأن أني خايفة منه، بس
أني خلاص حطيت ببالي خطة إنه أني أروح هناك وأنسى كل شيء وأرتاح وانتهى الموضوع. بلوك من كل مكان وخلص. هناك أني وبالسفرة صديقتي عرفتني على عائلتها، هم عائلتها عايشين بدبي. أصلا إحنا من قررنا نريد نروح لدبي لأنه هناك عندنا معارف، هي عندها أهل ونقدر نروح لهناك. فبالسفرة تعرفتني على شخص هو أرمل، بس شنو غني، كلش غني، وعنده 2 جهال، هم تقريبا بأعمار جهالي. تعرفنا وعادي يعني مجرد قعدة عائلية، وهو كان موجود. والظاهر ورا يعني 2-3 يوم حاجين ويا صديقتي انه يتقدموا لي، انه هو يتقدم لي. هو ما عنده زوجة، ويعني فكر انه يجيبني اني، يجيب جهالي، نعيش كلنا بالفيلا يمه، ننتقل لدبي. بعد تعرفون انتم حياة دبي وستايل دبي، ونصير كلنا عائلة. وعلى حسب ما تقول صديقتي هو كلش خوش رجال وإنسان محترم وشغل وجهالة أهم شي عنده، وأنا عجبته وشاف أخلاقي حلوة وكذا. على العموم أنا هم قلت لها عوفيني هسه هذا الموضوع، أنا بصراحة ما أريد أفكر بيه وما أريد أفكر بموضوع الزواج. يعني التجربة الأولى اللي صارت عندي كفتني. سدينا الموضوع ورجعنا، وصلنا للبيت، ولا أفتح الباب منو موجود؟ الأفندي المستر موجود قاعد بالبيت، طبعا ببيتنا مو بيت أختي، ودا ينتظرني. زين أنا ما مغيرة المفتاح، أنا ما مغيرة القفل، يعني أبدا ما خطر ببالي. هاي أنت شو تريد؟ إيش دا تسوي أنت؟ وشون تدخل بالبيت وأنت من سمح لك؟ كان يقول أنت شون هيك تسوين؟ أنت شون تعوفين جهالك؟ أنت ما أعرف إيش. قلت له وأنت شو عليك؟ أنا حكيت ويا أختي، ومجرد سن ابنك وقع وهو قام يبكي وخلص. يعني الموضوع كان كلش تافه، وأنت شو لك علاقة أصلا؟ أنت ما لك علاقة. أوكي أنا مو أم مهملة، احكي على نفسك قبل ما تحكي علي أنا. المهم حكاية منا شغلة منا، ارتفع صوتنا. كان يقول أني ما أتحمل هذا الوضع، وأني أريدك وأريد الجهال وأريد ترجعي لي وخلص نرجع مثل قبل، وأنا حسيت بقيمتك. أها شنو يعني حسيت بقيمتك؟ أنا هسه من سافرتي أنتي وسمعت إنه أنتي مسافرة وقلبي هيك قام يدق، وعرفت إيش قد أني أحبك وإيش قد أني أريدك وما أعرف إيش، وأريد أرجعك ولازم تقبلين أنتي. وبدأ قرأ لي هاي الكليشة والجريدة والموشحات مالته، ولازم ترجعي لي وعلى مود الجهال واني ادري تحبيني واني ما اعرف ايش واني ما اعرف ايش. اني هم يعني معصبه كلش وما متحمله اي حكايه من عنده. قلت له قوم اطلع روح بليز عوفني، اني ما اريد احكي وياك، اني ما اريد ابدا اي شيء يربطني بيك. وهذا قال لا انا اعرف انتي معصبه وانا اعرف انتي زعلانه، وصدقيني اطلقها لهذيكي. اصلا انا عرفت انه هي كانت نزوه، هي كانت غلطه، وانا كان لازم ما ادمر بيتي واهدم بيتي وادمر عائلتي، وهذا على مود نزوه. انا خلص راح اطلقها وانت ارجعي لي، اذا ترجعي لي اطلقها. يعني مو انه اطلقها، لا لازم يحط امان اول شيء، اذا ترجعي لي اطلقها. على العموم أنا ما لي علاقة، رب العالمين يعرف أنا شلون إنسانة وشلون قلبي طيب وشلون قلبي نظيف وشلون أنا صنت وهذا. المهم قال يلا أنا راح أعوفك هسه، أنتي معصبة وأنتي ضايجة، وعود نتخابر ونحكي، ولازم أنتي تفكرين إنه أنا لازم أرجعك، أنتي لازم ترجعي لي وما أعرف إيش. وهذا هو وجه الضيف. صار 2 يوم وأنا محتارة، ما أعرف هل إنه أقبل بعرض الزواج من دبي أم إنه أرجع له. الأمر كلش الموضوع والأمر محير، بس I don't know. أنتو شو تقولون؟ شنو رأيكم؟